او في اكتيفيتي معينه بنعملها جوه الاريا دي. قال لك اول حاجه بنعمل موديلنج. خلاص احنا قصه موديلنج دي احنا هرسناها. هعمل موديلنج لايه؟ للكنترولر والبلانت. تمام. طب من ضمن الاكتيفيتي اللي بيحصل في الموديل بيزد ديزاين بعد ما خلاص انا بعمل الموديل بيريبريزنت الفيزيكال سيستم بيهيفير والماثيماتيكال ريليشن شيب والسنجل انتراكشنز بتوين الكومبوننت، فبيجي هنا بقى سؤال خطوه الموديلنج دي او الاكتيفيتي اللي هو اسمه موديلنج اكتيفيتي ده انا بطلع منه بايه؟ بطلع منه بايه؟ بفهم السيستم بيهيفير. فيجي بقى هنا سؤال مهم، انا ينفع اعمل موديل، ينفع اعمل موديل من غير ريكويرمنت؟ جاوبوني اه ولا لا؟ حلو، كريم قال لا. مين تاني؟ ماشي، لا، حلو، لا لا، جميل، حلو. ايه تاني؟ بس انتوا متأكدين من كلمة لا دي؟ حد هيقول اه ينفع لو عايز كصورة عامة. ماشي. طب هو انا هصدمكم؟ اه ينفع. يا عم ما انت لسه من شوية كنت بتقول لي ما ينفعش اعمل موديل من غير ريكويرمنت. اه ده لو انا عارف انا عايز اعمل ايه. بس لو انا عايز اجرب، لو انا عايز اجرب فكرة ينفع. ساعتها الريكويرمنت ما بتكونش واضحة. يبقى خلي بالك بقى كده، في مشاريع تشتغلها بالام بي دي انا عارف انا عايز اعمل ايه، الريكويرمنت جايه مكتوبه، فانا بعمل موديل خلاص مش هنتكلم كتير. انا بعمل موديل عشان في الاخر تطلع ايه؟ برودكشن، هتطلع انتاج. طب لو انا عايز اعمل بروف اوف كونسبت، انا مش متاكد الحاجه دي ينفع تعمل ولا ما ينفعش تعمل، مش متاكد. لو دي اتعملت الموتور مش هيضرب في وشي، ينفع. ينفع اعمل موديلنج من غير ريكويرمنت، وبعد ما اعمل الموديل اطلع ريكويرمنت، فعادي جدا. عشان كده بقول لك الام بي دي ده سحر، سحر وامكانياته مرعبه بس للي يعرف يستخدمه. وتاني انا باكد الام بي دي كام بي دي هي مش مجرد تول، هي طريقه تفكير، منهجيه، طريقه شغل. حلو. طيب فانا كده اقدر اعمل الموديلنج لو عندي ريكويرمنت واضحه وكلير، اعمل عليها موديل عادي واشتغل واكمل شغلي زي ما اتكلمنا في المراحل المختلفه اللي هو ايه، ريكويرمنت ديزاين امبلمنتيشن تيستنج. طب لو انا مش عارف، لو انا مش عارف بالظبط انا محتاج اعمل ايه، فساعتها اعمل موديلنج واجرب واشوف الدنيا وهكذا. طيب نيجي بقى ندخل على حاجه تانية من ضمن الحاجات اللي بتحصل جوه الموديل بيزد ديزاين، السيميوليشن. مش انا قلت هجرب؟ ما انا بحاكي الواقع اهو. فهنا هيجي سؤال، هو انا ينفع احاكي الواقع؟ ينفع النتيجه اللي اخدها من على سيميلينك تكون هي النتيجه اللي اخدها على الهاردوير اللي عندي؟ جاوبوني انتوا بقى، ينفع ولا ما ينفعش؟ كريم قال ينفع، عظيم جدا. حد تاني عنده راي تاني؟ يا شباب رحتوا فين؟ ولا يعني بغض النظر انت صح ولا غلط مش هتفرق كتير، احنا كده كده بندردش مع بعض زي ما اتفقنا. ينفع؟ لا طبعا مش 100%. حلو. الرايين كويسين جدا. اعتقد ده الفرق. النون لينياريتي ماشي، الكلام لما بيتكتب بعربي انجلش قبلنج ماشي، حلو، جميل. حد عنده رأي تالت يعني بين او لا يعني؟ طيب تعالوا اصدمكم وبحاجه بتجربه من الواقع. حلو. واحنا بنشرح الدبلومه بتاعتنا في البي اي دي كنترولر ديزاين، كان الهدف ان احنا نطلع من الموديلنج نتائج، ونفس النتائج دي نطلعها على الهاردوير. قدرنا نعمل كده؟ قدرنا نعمل كده. وبان الصوره هنا بتتكلم على البي اي دي، فاحنا قدرنا نعمل كده بطرق مختلفه، من ضمنها الروت لوكس اللي انت بتقعد ترسمها على الورق وانت مش عارف انت بتعمل بيها ايه، وده بتشرح لك اللي هو انت كده بتصمم الكنترولر. طب ده ينفع تطبقه على الواقع على هاردوير؟ الحاجه دي ينفع تطلع من السيميولينك تتحط على هاردوير ونطلع بقى نتائج فعليه وتديني نفس النتيجه من اوفر شوت والقصص دي كلها؟ ينفع عادي، وحصلت وفعلا احنا عندنا في الدبلومه مع الشباب. طيب النقطه الثانيه بقى، طب هو انا وانا بعمل موديلنج لديس موتور
هو السؤال دايما بيتقال ازاي؟ انا دلوقتي بعمل موتور، انا عارف ان الموتور ده انا وانا بدرس الماده بتاعته في الكليه، انا لما يكلموني عنه في الكليه قالوا انه عباره عن مقاومه وعباره عن اندكتورز والقصص دي كلها. حلو. فانا لما جيت اشوف الماثيماتيكال موديل بتاعه او الديفرنشال ايكويشن اللي بتعبر عنه واحطها جوه السيميلينج، لقيت نفسي محتاج اعرف قيمه المقاومه. طب اجيبها منين؟ لقيت نفسي محتاج اعرف قيمه الاندكتور. طب اجيبها منين؟ هنا انت لا اما بتجرب لحد ما بتوصل لمقاومه لقيم تديك نفس الريسبونس بتاع الموتور بتاعك، او تختبر وتمجر الكلام ده بايدك في المعمل. فانت لما بتكون شغال على فيزيكال سيستم، ركز معايا في النقطه دي عشان مهمه جدا، وهتجاوب على اسئله كتير من اللي اتقالت في اول السيشن. لما بتيجي تشتغل على فيزيكال سيستم، الفيزيكال سيستم ده فيه بارامترز. ليه؟ لان هو بيتكون من مجموعه من الحاجات، مقاومه، اندكتور، زي الديسي موتور. فانت عشان تاخد النتيجه اللي في السيميوليشن بنفس الشكل اللي موجوده في الموتور اللي جنبك، لازم تكون عارف قيمه المقاومه وقيمه مين الاندكتور. تجيبهم منين؟ بتجيبهم بالميجرمنت، بتقيس الحاجه دي في المعمل. حلو. طب لو انا مش عارف اقيسها، بتبدا انت بقى تعمل حاجه تانية. تجيب الموتور ده تحطه جنبك، تبدا تدخله مثلا قيم من الفولت مختلفه او احمال مختلفه، وتبدا تقيس الكرنت وتسجل الكلام ده كله عندك مثلا في شيت اكسل، وتقوم مدخلها على المعادله اللي انت عاملها. نعمل حاجه اسمها بارامتر ايدنتيفيكيشن او بارامتر استيميشن، فيبدا يجيب لك اقرب حاجه للشكل ده. وفي حاجات بتجيلك جاهزه، يعني انت لو شغال في شركه عاده الحاجه دي بتجيلك جاهزه، الارقام اهي، فاتكل على الله اشتغل. لكن لو انت بتعمل مشروع تخرج فانا بقول لك الكلام ده كله. في بقى مشاريع اعقد من كده بكتير. يعني الديسي موتور كموديلنج بسيط، في مشاريع اعقد من كده بكتير. ازاي يا عم؟ قال لك والله طبعا انا دلوقتي بعمل بطاريه. البطاريه دي فيها كميه حاجات متغيره يا جدعان مرعبه، كيميكالز، والريسبونس بتاعها انت ما انتش عارفه، وفي لاير لحد النهارده بتاعت الاي اس اي ديت لسه الناس شغاله عليها. لو انا مش فاكر انا نطقت الاسم صح ولا لا، بس هي في الغالب اي اس اي، الناس شغاله عليها وبتحصل حاجات غريبه كده. طيب البطاريه ديت لو معلش لو بدخلكم في موضوع الكيمياء دي اصلا بتسبب لي انا مشاكل وضغوطات نفسيه لما بذكر اسمها، بس هو للاسف المثال حكم. هتلاقي مثلا بيجي يقول لك ايه ان ام سي ال اف بي. ايوه يا عم انت عايز مني؟ انا راجل بتاع فيزياء، هحط هنا هيطلع لي الجراف ده، هاخد الحاجات يلا شغلني. انت شاغل بالي ليه بالقصص دي كلها؟ قال لك لا والله انا الحاجات دي كلها بتقسم على السيستم ريسبونس، على الريسبونس بتاع السيستم. ركز بقى معايا في اللي جاي ده. قال لك طب والحل؟ قال لك والله انت بتبدا تدرس الفيزيكال سيستم بتاعك وشايف المعادلات بتاعته قدامك، شوف الريسبونس اللي يعبر عن المعادلات دي، وحاول تعمل موديل ليها. ازاي؟ هل والله لما هاجي ابص على لو جبت بطاريه شقتها نصين، هلاقي جواها مقاومه وهلاقي جواها مكثف والقصص دي كلها؟ لا مش هتلاقي. بس لو دورت شويه على المشروع الباتري مانجمنت سيستم او على الباتري موديلنج، هتلاقي الناس دي حاطه ايه؟ حاطه مقاومه، وحاطه مكثف، وحاطه ار سي كابلنج، وحاطه وبعد كده قيم الحاجات دي بتجيبها بالطريقه اللي قلت لك بتاعت ايه؟ البارامتر استيميشن والقصص دي كلها. طب هم قدروا منين يوصلوا ان انا احط مقاومه واحط مكثف والكلام ده كله؟ هو لما شاف الريسبونس بتاع السيستم بتاعه، ليه والله في اجزاء من السيستم اللي بيعبر عنها فولتج دروب بشكل انستنتينيوس، حاجه في وقتها، حاجه حاصله حاله مجرد ما بتشغل هو بيحصل فولتج دروب. طب ايه الحاجه الموجوده اقدر اشوفها بتعمل كده؟ المقاومه. بعد كده حاجه بيحصل فيها ديلي فولتج دروب، بس ديلي فولتج دروب. ايه الحاجات اللي عندي في الحياه بتعمل القصه دي؟ هو المكثف، بشحنه وبفرغه فبياخد وقت. الاندكتور اللي هو الملف، الحس الذاتي، ثانويه عامه، فلما بيدخل القصه دي فبيبدا يحصل شحن وتفريغ. طب ما استخدمها، بس انا المكثف لو اتحط في دوائر الدي سي ما يشتغلش، تبقى اوبن سيركت. حلو، لو حد شايل هنا سيركت ما يزعلش مني، بس تاني المثال حكم. فانت ساعتها بتقوم عامل ايه؟ حاطط مع المكثف ده مقاومه، وساعتها بيبقى ار سي كابلنج، وهكذا. تمام كده؟ فهي فكره ان انا هجيب النتائج بتاعت السيميوليشن مطابقه للواقع. بنسبه 100% اكيد لا، بس قريبه جدا منها.
قريبه جدا منها، فبالتالي اقدر اخد قرارات. حاجه تانية بقى ومعضله تانية الناس بتقع فيها وهي شغاله في مشاريع التخرج، اللي هو ايه؟ انا عايز اعمل موديل، ساعه ما اشغله انا حاطط بطاريه قدامي، انا حاطط شاحن قدامي، انا حاطط دي سي كونفرتر قدامي. مفيش كده. انت بتعمل ايه؟ بتحط البارامتر اللي تساعدك تفهم الجزئيه اللي انت محتاجها. ده بالنسبه لمين؟ للفيزيكال سيستم. في السوفت وير كده كده انت بتبيلد موديل للسوفت وير، فقشطه ما تقلقش من الحته دي، الدنيا ماشيه. بس المعضله كلها في حته مين؟ الفيزيكال سيستم. المعضله كلها في حته الفيزيكال سيستم. طيب الناس بتوع الميكانيكا، عشان لو حد بتاع ميكانيكا وحاضر معانا ما يزعلش، الماس دمبر سيستم لو بصيت على الريسبونس بتاعه هتلاقيكم بتعملوا له موديلنج بالحاجات بتاعتنا، اصلا بتاع كهرباء. حلو. ايه الحاجات اللي احنا بنستخدمها؟ هتلاقي نفسك بتستخدم مقاومه، هتلاقي نفسك بتستخدم مكثف عشان تعمل موديلنج لمين؟ للماس دمبر سيستم. ليه بقى؟ انا مش لو مثلا حبيت تشتغل على الحاجه دي، انت مش هتروح تجيب ماس كتله، الكتله دي هجيبها منين؟ طيب سبرينج. طب الحاجات دي لو حطيتها في معمل وقعدت اجرب الموضوع صعب شويه. والناس اللي خدت ميجرمنت، يعني لو حد هنا في حلوان وخد ماده الميجرمنت هتلاقي الجزئيه دي بتتشرح دكتور الحروني بيشرحها، اللي هو انت بتعمل موديل بالماس دمبر سيستم بمين؟ بالار ال سي وهكذا. فحته الموديلنج كلها افهم ريسبونس، افهم الفيزيكس بتاعت السيستم بتاعك، اعرف انت عايز تعمل موديلنج ليه، هتلاقي الدنيا ايه معاك زي الفل وما تشيلش هم حاجه. حته الكنترولر، افهم الكنترولر اللي انت عايز تعمله ده بيعمل ايه، وظيفته ايه، ساعتها هتلاقي نفسك شغال فيه عادي، سواء كان بي اي دي كنترولر، الطرق اللي تنظم بها البي اي دي، سواء كان اف او سي، سواء كان ام بي سي. ام بي سي دي مش القناه بالمناسبه، عشان بس الاف ده دايما بيتقال في السيشنز، مش هي القناه. حلو. هي الموديل البريدكتيف كنترولر. طيب مثلا لا انت شغال على لوجيك، سوفت وير لوجيك، اف كونديشنز وهكذا، شغال على كنترول الجوريزم، معادله بتدخل لها حاجه بتطلع لك حاجه ثانيه وهكذا. تمام. طيب تعالوا بقى ايه نكمل في حته الالجوريزم. خلاص احنا يعتبر اتكلمنا عنها في القصه دي، وبعد كده حته الاوتوماتيك كود خلصت بقى شغل وخلاص بتطلع الكود بتاعك. تمام. طيب بعد ما طلعنا الكود بتبدا تعمل ايه؟ تيست. طبعا التيست ده تاني انت شغال معاه واحده واحده. طيب السؤال بقى كده، او قبل السؤال، لا ارجع كده تاني بسرعه كده سريعه. الاكتيفيتي اللي احنا بنعملها هي الموديلنج، بتكريت السيستم موديل. ممكن تعمل موديلنج لحاجه انت معاك الريكويرمنت بتاعها، او حاجه تانية انت مش معاك الريكويرمنت بتاعها. ممكن تعمل سيميوليشن زي ما اتكلمنا عنها، دقه السيميوليشن والنتائج اللي بناخدها اتكلمنا عنها، الالجوريزم ديفلوبمنت، القصص دي كلها. فده كله ماشي يا عم، انا عرفت المساحات اللي عندي، عرفت ان انا عندي ريكويرمنت، وعرفت ان انا عندي ديزاين، وعرفت ان انا عندي امبلمنتيشن، وعرفت ان انا عندي تيستنج، وانت عمال تقول لي اكتيفيتي وموديلنج وسيميوليشن. ايوه انتوا شغالين بتشتغلوها ازاي؟ بتقول لي بتشتغلها ازاي يا عم؟ اقول لك ساعتها بقى ايه